كافارا هو من افضل اللعيبه اللي موجوده على الساحه دلوقتي في العالم، مش بس في ايطاليا او في اوروبا. كافارا من افضل اللعيبه فعلا اللي ممكن تيجي في تاريخ البشريه. هنعرف دلوقتي ايه هي الاخطاء بتاعته او ايه السلبيات بتاعته وايه المميزات بتاعته، هل فعلا هو ينفع لريال مدريد ولا لا. نبدا بالاول بمهاراته، شويه كباري على شويه مهارات. هتشوف جوه ال 18 بيتصرف ازاي، بيعرف يجيب جون، عنده احساس بالجول او مكان الجول فين من غير ما يبص. طبعا المهارات بتاعته والترقيص بتاعه بيقدر يعدي من اي حد، يعدي من التخين على الخط بالذات، يعني بالذات على الاطراف يمين او شمال، زي فينيسيوس زي فالفيردي في ريال مدريد، بس طبعا على مهاره اكتر من كده. لكن اللي انا واخد بالي منه من اللعيب ان هو سرعته كسرعه مش سريع قوي، يعني سريع سرعه جري مش سريع قوي، لكن هو بيعوضها ان هو بيقدر يعمل مهاره ويكمل جري، يعني بيقدر يعدي من لعيب ويكمل جري، بس هو مش سريع قوي يعني. ده بالنسبه للمهاره. انما بالنسبه للتصويب او الشوط، بيعرف يشوط كويس جدا من بره ال 18، ودي مش موجوده في ريال مدريد، يعني مفيش حد في ريال مدريد اعتقد ان هو بيعمل كده. قليل جدا لو كان موجود فالفيردي او توني جروس او مودريتش بيشوطوا برده، بس بنسبه قليله جدا بالنسبه لكافارا. كافارا بيلعب في المركز ليفت وينج مكان فينيسيوس، لكن هنشوف هل هو لما يروح يلعب مركز الليفت ولا هيلعب في نص الملعب بس متطرف شويه. هنشوف. العرضيات طبعا اللي بيظبط بيها اوسيمين في نابولي، شوف هيعمل ايه فيها مع بنزيما او ايا كان مين موجود بعد كده في ريال مدريد. ضربات الجزاء، مش هنقول ان هو مثلا بيعرف يشوط ضربات جزاء عشان مثلا جاب جون واحد، لكن لعيب ذكي، شفته بيقدر يعمل باص ويتحرك في مساحه فاضيه عشان ياخد الكره الثانيه او ياخد ال1 2. عنده رؤيه كويسه على الجون، بيبقى شايف الجون، بيبقى حاسس بمكان الجون، بيقدر يحط الكره في المساحه الفاضيه زي دي كده. هو مش باص على الجون، يعني ما باصش على الجون اصلا، باصص على الكوره، بس هو عارف الجون واقف فين. بصوا حط الكوره في الزاويه البعيده على طول من غير ما يبص. ودي نفس الكوره، بيجري بالكوره كويس جدا، سريع بالكوره. بالنسبه لو يعني لو هتقيمه يعني بان هو بيهاجم وفي لعيب قدامه بيدافع، فهو بيعرف يشتغل دريبلر بالكوره كويس جدا. طبعا المهاره، عنده سرعه رد فعل رهيبه، عنده رياكشن غير طبيعي. الكروسات طبعا بتاعته، العرضيات بيعملها بالملي، يعني مش بالسنتي، بالملي. بصوا مثلا بيعدي من على الطرف ويعمل العرضيات، يعني دوا زي ما بيقول. مهارات مش يعني مش هنقدر نتكلم عليها تاني. بصوا برضو نفس اللي قلت لكم عليه، عنده احساس قوي جدا بالجول. العرضيات بالملي وهو سبب كبير جدا في نجاح اوسيمين مع النابولي. نفس الكوره برضو اداها لاوسيمين والجون فاضي، اسيست لاوسيمين عشان عمل فولو على الكوره، اتحسبت لاوسيمين في الاخر. يعني في الفيديو ده بس حسب كام كوره لاوسيمين منه. ضربات الجزاء بدا ان هو يظهر كذا ضربه جزاء. عنده رؤيه في ظهره، يعني بيعرف يشوف لو في حد في ظهره لعيب جاي بيضغط عليه او بياخد منه الكوره، بيقدر يغير اتجاهه بشكل سريع جدا. بالفنتات بتاعته بيقدر يعمل خداع مع اللعيبه اللي بتضغط عليه، يعمل خداع ان هو مثلا هيعدي على اليمين ويعدي على الشمال سواء باي مهاره او باي فين. بيعمل اسيستات كويسه جدا، وليكوا مثل كتير قوي في الفيديو ده مع اوسيمين يعني شبع منه اسيستات زي ما بيقولوا كده. برضو الباص بتاعه من غير ما يبص، هو عارف ان في حد هنا، يعني في حد واقف في المساحه دي هعمل له الباص، او الجون واقف في المساحه دي فانا هشوطها في الزاويه البعيده عشان الجون يجي. دفاعيا بدأنا نخش في الدفاع. شايف ان هو شويه يعني مهاراته وهو في نص الملعب او في الكوره وهي في نص الملعب في مرحله بناء الهجمه مش احسن حاجه. معظم الكور بتقطع منه، هو بيعدي، لكن لو اتضغط عليه باتنين لعيبه، واحد بيعدي منه وبما انه هو مش سريع فالتاني بيقطع منه الكوره. ضربات الجزاء طبعا قلنا عليها ان هو من احسن الناس اللي بتشوط ضربات جزاء في نابولي، ان هو متخصص.
برضو قوي ما شاء الله، يعني حاجة. ايه ازاي الكرة دي ضاعت؟ بيقدر يحط جسمه بشكل جامد جدا، في الضغط بتاعه كويس، بيقدر يتوقع اللعيب اللي قدامه هيعدي فين ويقدر ياخد منه الكورة ويغير اتجاهه. بقول لكم عنده سرعة رد فعل او رياكشن عالي جدا على الكورة. الرؤية بتاعته شايف اللعيب بيجري فين وهيحط له الباص فين في مساحة معينة عشان يقدر يجيب جون. اعتقد ان هو لعيب هيكون مفيد جدا 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 لريال مدريد لو لعب هو هنا وفينيسيوس راح على ناحية اليمين. هيبقوا هما الاثنين بجد اطراف او وينجات او هافات كويسة جدا تاريخية لريال مدريد. برضو تغيير الاتجاه بتاعه وسرعة رد الفعل بتاعته رهيبة مش طبيعية بالنسبة لأي لعيب في العالم. بيقدر يغير اتجاهه في جزء من الثانية مش في ثانية. بيقطم بأي حد لجوه ويروح شايط على طول. وفي ميزة ممكن محدش خد باله منها، يعني هو بيلعب باليمين وبالشمال، بيلعب برجلين، سواء في الشوط سواء في الباص سواء في الاستلام سواء في اي حاجة بيلعب برجلين. يعني مثلا بيستلم وعمل الترن بتاعه باليمين، وهتلاقي في معظم الاجوان اصلا كلها بالشمال، في الجيرو على الشمال يروح شايطها بالشمال. الضغط قوي زي ما قلنا، قوي جدا. الباص ده مثلا باليمين، الاسيست ده عايزين نشوف له كوره بالشمال بس. ده في الضغط ماشي، قلنا في الضغط خلاص ان هو ضغطه كويس جدا. يعني هو بالمناسبه هو بيلعب اصلا باليمين، يعني هو اصلا رجله الاساسيه رجل اليمين، لكن بيقدر ان هو يلعب برجلين في نفس القوه. دي على الشمال اهي، بيقدر يشوط برجله الشمال زي ما قلنا، بيقدر يشوط برجله الشمال. مش دي عشان ضاعت، لا، في كذا كوره شاطها بالشمال وفعلا نفس الدقه بنفس القوه بنفس كل حاجه بتاعت رجل اليمين. بس يعني اعتقد وهي دي برجل الشمال، كوره قويه جدا في الجول لكن الجول صدها. اعتقد هيكون اضافه يعني كبيره جدا لنادي ريال مدريد.